أمر لا يصدق، هكذا كانت ردود الفعل في عالم كرة القدم جراء موت الأسطورة مارادونا. موقف كل من ميسي وكريستيانو ومبابي ونيمار. مرحبا متابعينا الأعزاء. إذا كان الشخص يخطئ فليس على كرة القدم أن تدفع الثمن. أنا أخطأت ودفعت الثمن، لكن الكرة لا تلطخ أبدا. يعيش عالم كرة القدم في هذه الأيام حدادا بعد وفاة أرماندو مارادونا في 25 من نوفمبر عام 2020، وهي فاجعة أخرى تضفيها لنا هذه السنة الغريبة، وعلى الجميع أن يعرف سبب وفاته، والذي كان سكتة قلبية أبعدته عنا إلى الأبد. واليوم سنرى كيف كانت ردة فعل أساطير وكبار نجوم كرة القدم في العصر الحالي، كما سنرى كيف تفاعلت الأندية الأوروبية الكبرى مع هذا الحدث الأليم، وأعربت عن تقديرها لهذا اللاعب الذي يعد من أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم العالمية. نبدأ بردود فعل الأساطير خارج منتخب مارادونا، ونجد باولو مالديني. النجم الإيطالي من جهته عبر عن تعازيه الحارة لكل محبي مارادونا، حيث كتب على حسابه الشخصي بإنستغرام: أهلا دييغو، ستكون بطلا بالنسبة لي، فلترقد في سلام يا صديقي. كما كتب النجم الكبير بيلي على شبكة التواصل الاجتماعي. وهناك أيضا نجوم كبار عبروا عن تعازيهم الحارة، ومن بينهم فان دير سار ودروغبا وروبن فان بيرسي. ويتذكر جميع لاعبي كرة القدم ما عاشوه مع هذا اللاعب الكبير، بالرغم من أنهم لم يكونوا زملاء له، فهم يحترمونه لأنه من أفضل اللاعبين في التاريخ. إنه واحد من الأساطير التي تعيش في قلوبنا إلى اليوم. ومع ردود الأفعال التي عبر عنها اللاعبون يمارسون كرة القدم حاليا، نجد ردة فعل ميسي الذي لم يترك المناسبة تمر دون أن يعبر من خلال حسابه الشخصي بإنستغرام عن احترامه التام للشخص الذي كان في يوم من الأيام مدربه بالمنتخب الأرجنتيني. إنه يوم حزين بالنسبة للأرجنتين وبالنسبة لكرة القدم. لقد غادرنا، لكنه سيظل في قلوبنا. سأحتفظ بكل اللحظات الجميلة التي عشتها معه، وأغتنم هذه المناسبة لأتقدم بأصدق التعازي لعائلته وأصدقائه. كانت تلك كلمات الرقم 10 للبرسا مرفقة بهذه الصورة. نستمر مع نجم آخر مثل كريستيانو رونالدو الذي عبر عن تعازيه الحارة، حيث نشر على حسابه الشخصي بإنستغرام ما يلي: اليوم أودع صديقا والعالم يودع عبقريا خالدا، وهو واحد من أفضل اللاعبين عبر التاريخ. إنه الساحر الذي لا مثيل له، وقد تركنا مبكرا، لكنه ترك إرثا كبيرا وفراغا لن يملأه أحد، فلترقد بسلام ولن ينساك أحد إلى الأبد. ونمر لكيليان مبابي الذي ترك رسالة مؤثرة على انستغرام، كما استبدل صورته بصورة دييغو. أما سيرخيو راموس ونيمار جونيور فقد عبر بين نجوم آخرين عن أسفهم لما حدث. ونستمر مع ردود أفعال الأندية الأوروبية الكبرى. نبدأ بنابولي الذي ستتأثر مدرجاته أكثر بهذه الخسارة الكبيرة، ويدور الحديث حول تغيير اسم المركب الرياضي بدييغو أرماندو مارادونا، وسيتحقق هذا الحدث قريبا، وسيكون ذلك تخليدا لهذا اللاعب الكبير وأفضل لاعب في تاريخ نادي نابولي. وهناك مانشستر يونايتد الذي أبدأ أسفه أيضا على ما حدث إلى جانب أرسنال والبوكا، وهم يقدرون دييغو كلاعب متألق في ساحة الكرة العالمية. وهنالك نماذج أخرى مثل ريفر بليت أو برشلونة الذي كان يحمل قميص البرصا، وقد أدى دوره في الملعب على أكمل وجه، حيث برهن على كل ما كان يملكه من سحر. وأندية مثل ريال مدريد هي الأخرى لم تتأخر في التعبير عن أسفها إلى جانب الميلان، وكذلك المنتخب الأرجنتيني. وطبعا لن ننسى نادي خيميناسيا لا بلاتا، وهو الفريق الذي كان يسيره دييغو أرماندو. وفي ختام هذا الفيديو نشير إلى ردود أفعال اللاعبين الأرجنتينيين جراء وفاة هذه الأسطورة الكبيرة. منهم نجد باتيستوتا الذي ودع مارادونا بكلمة مؤثرة، لأنه كان قد لعب سنواته الأخيرة معه. من جهة أخرى لدينا لويس الذي فاز بمونديال 1986، كان ذلك بمعية مارادونا.
كذلك لدينا كارلوس بيلاردو الذي كان مدرب ذلك الفريق البطولي الأرجنتيني. وقد صرح أخو مارادونا أنه تم غلق جميع أجهزة التلفاز حتى لا يعلم بموت أخيه. اكتبوا رأيكم في التعليقات، وسنكون ممتنين لكم لمشاهدة هذا الفيديو حتى النهاية. نراكم بالفيديو المقبل.